اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده معانا فيديو روتين جامد كده، هنعمل روتين مع بعض وهنبدا في اول تنظيفات كده رمضان. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد، واللايك ما تنسوش تحطوا اللايك. عايزين الفيديو ده يوصل ل 200 300 لايك، مش طمعانه في اكتر من كده. وبشكر كل اخواتي وكل حبايبي اللي دخلوا عندي جداد، وبشكر كل اخواتي اللي كانوا موجودين معايا في القناه، وبشكر كل متابعيني وبشكرهم على تعليقاتهم الجميله وعلى كلامهم الحلو. وربنا يا رب يبارك فيهم ويديمكم نعمه في حياتي، اللهم امين. بصوا، اول حاجه مبدئيا كده احنا طلعنا نلف الطيور الصبح، كانت حوالي الساعه 8. انا صاحيه من بدري بس كان بعمل شويه شغل وبمشي الولاد المدرسه وكده، فطلعت للطيور. كنا حوالي الساعه 8 كده، الشمس ما شاء الله الجو حلو. اخدت معايا شويه برسيم من تحت زي ما انتم شايفين، خرطناهم وعلفتهم وعلفت الطيور كلها. وما حبيتش اطول عليكم الفيديو يعني. اكلت كل الطيور دي. الفراخ دي ما كانش عندها اكل، جبنا لها اكل بعد كده وعلفتهم. وعلفنا البط الكبير والصغير والحمام واكلنا كله. وكمان نزلت جبت البطاطين من فوق، لقيت الشمس حلوة كده فجبت البطاطين واللحفة كلها من تحت تتشمس معانا كده وتبقى ريحتها حلوة كده واحنا متغطيين بيها. بصوا دي بلدنا من فوق السطوح كده. ده حطيتهم على السور كلهم وسبتهم في الشمس، وبعد كده نزلنا نبدأ كده في الشغل الجد يعني اللي مش هزار. اول حاجة كده جربت افك الستاير علشان اغسلها، يعني انا بحب اغسلها قبلها بفترة واركنها اعينها كده، وبعد كده اركبها لما يجرب رمضان او العيد. بصوا يعني بحس ان انا يعني عايزه اشوف حاجه جديده يعني. بصوا ربنا يا رب يدي كل واحد ويدينا ونعمل اللي نفسنا فيه كله. فانا على قد ظروفي وعلى قد امكانياتي بجدد لنفسي، بغير يعني شكل الحاجه قدام عيني على قد ما بقدر يعني. بشيل الحاجه بركنها، بحس فيه تغيير كده، وبعد شويه برجع اركبها تاني بحس في تغيير حصل تاني، بس وهكذا. فربنا يزيدكم ويزيدنا ويدي كل اللي نفسه في حاجة يا رب يعملها، ونعمل اللي نفسنا فيه كله يا رب، اللهم امين. بصوا انا فكيت الستائر، انا ما عنديش ستائر في الاوض، هي بس الستارتين اللي في الصالة والستارة اللي على الباب ده كده والستارة اللي على باب الحمام. ما عنديش ستائر في الاوض جوه ولا عندي ستائر تانية، هم دول بس كل الستائر اللي عندي. شلتهم وحطيتهم في الغسالة على دورين غسلناهم. وبعد كده قلت اخد استراحة بقى شوية وافطر. عملت كوباية جنزبيل بالجرفة كده زي ما انتم شايفينها، وعليها نص ليمونة من غير سكر، وكمان نص رغيف في بيضة مسلوقة وعودين خضار جرجير وحتة جبنة جريش، يعني خلطة بيتا كده في النص رغيف. شفتوا نص رغيف سحري. بعد كده كان في اكلتهم وقعدت شوية. وبعد كده كان في شوية هدوم طبقتهم وسبتهم في ارضية الأوضة، رصهم في الدولاب. ونروج الشقة مع بعض كده. أول حاجة كان في اليوم ده كان عندي أكل، مش كنت هعمل أكل يعني، كان عندي أكل من قبلها بيوم باجي عندي وسلكت بيه اليوم. وكمان يعني عملت جنب منه بطاطس محمرة وبتنجان وجبنة، وقطعت طماطم وخيار وحبشت جنب منه وعدينا اليوم. دي كانت عبايات سمرة بتاعتي، والشال والحاجات دي بعلقها مكانها. ورصينا الهدوم، وطبعا شفتوا البطاطين فوق في الشمس بتتحمص، والسرير عليه شمسة زي ما انتم شايفين كده. عندنا الشباك ده بيدخل شمسة في الأوضة، فهندي السرير تنفيضة حلوة. بنلم مكان القعدة بالليل. عندنا التلفزيون ده في الأوضة بنشغله على القرآن على طول، شغال على القرآن، بس لو حبينا نقعد من البرد يعني على السرير فبنشغله جوه. الله أكبر، الله أعظم، العزة والدوام لله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. فزي ما انتم شايفين كده نفضت السرير، وبعد كده جبت فوطة ونمسح الدولاب. انا من حوالي كام يوم كده، حوالي 5 ايام كنت مسحاه ومروجة
وكنت مسحه الخشب كله بملمع الزجاج، كان اخر حبه في الجزازه، ان شاء الله هنشتري جزازه تانية علشان التنظيفات اللي جايه بعد كده. وبدات امسح زي ما انتم شايفين، ده ورق الدايت، حد عامل دايت زي حالتي كده. هنمسح التسريحة، مسحت الدولاب والكومودينات والسرير ومسحت كل حاجة، وهنمسح التسريحة كده والحاجة اللي عليها ونرصها. بصوا الصندوق ده انا محتفظة بيه، في حاجات نحطها فيه يعني. وبعد كده جبنا المكنسة شغلناها، هنكنس الأوضة. ومش هطول عليكم في الروتين أكتر من كده، لأن بص زي ما بقول لكم يعني صراحة، يعني أنا بقول لكم كده، وده طبيعتي وده حياتي وده عيشتي، والحمد لله وفضل ونعمة من ربنا. يعني مفيش جديد عندي ان انا اعمله في الروتينات علشان اوريه لكم. فبروج بيتي وبروج حتتي والحمد لله ورضا، وربنا يا رب يزيد كل واحد ويدينا ويديكم ونعمل نفسنا في كل. فما بطولش عليكم في الترويج الشقة والروتينات والحاجات دي، علشان ما فيهاش جديد. يعني ايه، هو نفس العفش ونفس الحاجة اللي عندي هي برتبها وخلاص. فربنا يدينا ويديكم يا رب، وكل واحد يعمل اللي نفسه فيه. بصوا الشقة متكركبة كده، هناخد فيها جولة قبل وبعد علشان ما اطولش عليكم الفيديو. زي ما انتم شايفينها، كان فاضل البطانية واللحاف دول هطلعهم برضو في الشمسة، كان ابني لسه ما مشيش الدرس كان نايم. وبعد ما مشي مسكت كل حاجة زي ما انتم شايفين كده. بصوا في لحظة روقت الشقة. وحد يكلم الأبلة سهير والنبي يقول لها تبطل ترمي هدوم في أرضية الأوضة، علشان بعد كده هزجلهم لها من الشباك. بعد كده روقت المجلس ولميت كل المفارش اللي كانت على الحيطة، ودي حطيتها كلها في الغسيل. ولمينا الستاير كلها دخلناها الغسيل. بصوا غسلت دور، وكان في دور في الغسالة، وفي واحدة بس اللي هي التاجيلة الكشمش دي خليتها لوحدها، هنديها دور لوحدها. وبعد كده روجنا الاوض كلها وقفلت الشبابيك، وهنطفي النور ونضلم الحتة كده ونستجم كده في جو هادي بعد ما الحتة بقت رايقة ونظيفة ومية مية كده. كل الاوض روجناها. وده المطبخ ده انا عاملاه يعني زي ما كنا بنقول زمان كده اوضه الخبيز او غرفة الخبيز، فيها كل حاجة الخبز كلها، صواني والطبلية المطرحة كل حاجة موجودة فيها. والصالة دي يعني ساعات بنحب نقعد نتغدى فيها، الشباك بتاعها بيدخل شمس، فساعات بنحب نقعد نتغدى فيها. بعد كده نخش على الكارثة الكبيرة. بصوا المطبخ يضرب يقلب. كان الأبلة سهير يعني ربنا يبارك فيها حبت يعني تعمل معايا خدمة، فغسلت لي شوية مواعين امبارح يعني العصر كده، وحطيتهم على الصينية على البوتاجاز زي ما انتم شايفينهم، وسابت كل حاجة زي ما هي. وطبعا كان في ماتش بالليل، فقمت بقى الصبح لقيت كمية كوبايات، يعني مش عايزة اقول لكم، يعني كوبايات عند المبردة، كوبايات شاي، كوبايات بن، يعني زي ما تحبوا تقولوا قول. فلميت صراحة مش بحب اقعد في القعدة بتاعة الماتش، ماليش انا في الماتشات والكرة دي. فاليوم اللي بيكون فيه ماتش وحاجات زي كده بختصر الوقت على نفسي، وبخش اقعد جوا عند التلفزيون او على التليفون شوية، وبسيبهم مع نفسهم يعملوا اللي هم عاوزينه بره. فزي ما انتم شايفين شوية هنبدأ بالكوبايات الأول نغسلها، ملينا الحوض كوبايات، هنغسل المواعين بتاعتنا ونروج المطبخ. وزي ما قلت لكم مش هنعمل أكل النهاردة. بصوا يعني على قد ما الشغل بيكون كتير، بس طالما مش هتطبخي وهتقفي وعلى البوتاجاز وتعملي أكل وبصل بقى، بتحسي ان الشغل ايه مريح. بصوا كان الباب كان بخبط، وكان ابني جه من المدرسة وكنت بفتح له الباب. بصوا بزعق شوية، يعني كنت حاسة ان هرمي نفسي من الشباك من الصبح. كنت هادية وبشتغل في هدوء، وبسم الله ما شاء الله عليهم، ساعة ما بيجوا من المدرسة كده ايه بيخلوا الواحد عايز ينط من الشباك. بتضحكي؟ حق. فهو يعني خد شوط معايا وعصبني شوية، وبعدين سابني ومشي. اول ما بيدخل من الباب كده بسم الله ما شاء الله، ادعوا له ربنا يهديه يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. ما تنسوش تحطوا اللايك للفيديو بتاعنا النهارده، وتشجعونا بلايكاتكم الحلوه وتعليقاتكم واشتراكاتكم في القناه.
وتشجعونا لعمل فيديوهات يعني كتير ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. رمضان داخل علينا، اللهم بلغنا رمضان يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب. بصوا انا يعني ماليش في موضوع تفريزات رمضان ده خالص، مش بفرز حاجة يعني، كل حاجة في وقتها وفي يومها. يعني انا بالنسبة ليا في البيت مش بشتغل، مش بطلع برا البيت، فعندي اليوم طويل بعمل فيه كل حاجة وكل حاجة موجودة، فانا ما بفرز، مش بفرز الحاجات بتاعة رمضان دي. فزي ما انتم شايفين المطبخ روجناه كده وبقى زي الفل، وجبنا شوية نعناع اخضر ناقعينهم في مية علشان نغليهم ونشربهم ونروج اعصابنا ونروج دمنا ونهدي نفسنا شوية وناخد راحة لنفسنا شوية. بصوا ده كان اتغدينا، كنت غسلت مواعين الفطار الصبح، وبعد كده اتغدينا ورجعت غسلت مواعين الغدا وروجت المطبخ. يعني التصوير ده معاكم بعد الغدا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس والسبسكرايب.